بتقلع الجاكيت وبيكون تحته فستان فيه فلوس، وبتشد الفستان وبتلاقي ست ماشيه فبتاخد الطرحه منها وبتلبسها هي، وبتحط روج على وشها وبتغير شكلها جدا عشان هي سرقت فلوس من الراجل ده ومش عايزاه يتعرف عليها. وهو ماشي بيسال الست اللي اخذت منها الطرحه: شفت بنت عدت من هنا؟ وبتقول له سرقت مني الطرحه ومشيت كده. فهو ماشي بيشوف راجل شحات وبيجي له فكره، وبعد شويه وهي ماشيه بتشوف راجل شحات وبتشد فلوس من الفستان وبتروح تديها للراجل الفقير، بس بيطلع ان ده الولد اللي بيدور عليها. هو بيطلع عمل الفكره دي عشان عارف انها بتحب تساعد الناس الفقراء، وبيشدها ويدخلها على العربيه بالعافيه. ولما بيروح يركب بيلاقي الباب مقفول عشان هي قفلته، وبيطلع ان هو واقف معاها خدت منه المفتاح من غير ما ياخد باله. والبنت وهي راحت تتحرك بالعربيه بيفتح الباب بسرعه وبيشد السلك وبيوقف العربيه، وبيجي ظابط وبيحسبه حرامي وبيقول له: انت بتحاول تسرق العربيه؟ وبيقول له: لا دي عربيتي، هو اللي سرق الفلوس والعربيه. والبنت تطلع وبتقول له: صح العربيه بتاعته، وانا بحاول اخدها منه عشان شفت ان هو باع العربيه دي للراجل عجوز، وبعد ما اخد الفلوس رفض يديله العربيه ومشي. وبيقول للظابط: اعمل نفسك ما سمعتش حاجه وخد الفلوس دي ليك وامشي. وبيقول: انت بترشيني، وبيقبض عليه.